كتير بيبقى عندنا صور حلوة قوي بس الكواليتي بتاعها وحش ومبكسلة. بصوا الصورة دي كده انا كنت منزلاها من صفحة ومبكسلة، فمش عارفة اعمل فيها ايه. الحمد لله اكتشفت موقع جميل جدا بالاي اي، ربنا يخلي لينا، حولها لي بقى للمنظر ده. بصوا قد ايه في فرق. ودي كمان كبرتها اكتر، زودت البيكسلز بتاعتها اكتر، فبقت احسن واوضح بكتير. الموقع ده هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. بصوا كمان مثلا الصورة دي، ده كان انا منزلاها بالشكل ده برضو مش حلو خالص. لما كبرتها عملت لها اب سكيلينج، بصوا بقى شكلها حلو ازاي. وممكن ارفعها وازود لها البيكسلز اكتر واكتر. الموقع هو اسمه بيكسل كات اب سكيلر بيكسل كات. برفع الصوره، والحلو ان انا بقدر اشتغل عليه من الموبايل وعلى اي عدد صور، وممكن 2 تايمز او 4 تايمز ازود البيكسلز بتاعته. في مواقع تانية لا، المشكلة انه بيبقى مش هينفع اعمل كل ده. هنا بقى الصورة دي مثلا برضو رفعتها وخليتها تبقى 4 تايمز، فالبيكسل بتاعتها احسن واحسن. بدونها بقى من الزرار الازرق اللي فوق ده، انا كنت منزلها قبل كده بنزلها تاني. بصوا بقى لما ازوم كده عليها بتبقى جميلة قوي وواضحة جدا. ده كانت قبل. بصوا الوردة مبكسلة كده ومش واضحة خالص. بعد كده اهي ده شكلها بعد. ولو عايزين تعرفوا ازاي تنزلوا صور جودتها عالية وبتصاميم كتير جدا جدا من على الكمبيوتر او من على الموبايل، اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم. مع السلامة. يا رب اكون فدتكم. متنسوش لايك وفولو وسيف، وصلوا على سيدنا محمد طبعا. ومن باب العمل بحديث سيدنا محمد بلغوا عني ولو آية. الحديث ده انا بحبه جدا. من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصيبه ذلك البلاء. فلو شفت اي حد مبتلى باي شكل من الاشكال، لو قلتوا الدعاء ده احفظوه ان شاء الله ربنا لا يصيبكم باي ابتلاء. انا عارفه ان ده خارج السياق خالص، بس انا عايزه يبقى عندي صدقه جاريه كده في الفيديوهات، مش هتزيد عن نص دقيقه. قولوا لي برضو ايه رايكم في الموضوع ده. لو عجبتكم الفيديوهات ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشوفوا كمان صندوق الوصف عشان فيه معلومات كتير هتفيدكم. مع السلامه.